في الفيديو بتاع النهارده انا جاي اكلمك عن مؤتمر ابل بتاع 9/9 واللي كنا عملنا له فيديو تسريبات، هتلاقيه عندك في الاي اللي فوق. الفيديو بتاع النهارده يا جماعه حماسي قوي. ابل عملت شويه حاجات جديده هنتكلم عنها ان شاء الله، وطبعا بقى في سلسله الايفونات الجديده، الايفون 16، عندنا ابل واتش 10، وعندنا ايربودز 4 وكذا برودكت هنتكلم عليهم في الفيديو بتاع النهارده. فتاكد قبل ما تبدا انك تنزل تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في الشانل عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصلك على طول. وكالعاده معاكم محمد ابو اللذيذ، قناه ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طب نبدأ كلامنا النهاردة عن الابل واتش 10، وده الجيل العاشر واللي بان من اسمها يا جماعة، وحصل عليها شوية تحديثات وابجريدز ما حصلتش خالص في تاريخ الابل واتشز. الساعة السنة دي جاية بشاشة بحجم اكبر ب 30% من الابل واتش 9 بتاعت السنه اللي فاتت، وكمان ده جه على حساب الخامات بتاعتها، بقت تتصنع من خامات احسن هنتكلم عليها كمان شويه، ولكن حجم الساعه صغر وبقت ارفع بنسبه 10% عن السنه اللي فاتت. طبعا عندنا واتش فيسز جديده، وعندنا نسخه الومنيوم جديده بتلمع، وده على عكس ساعات الابل واتش كلها كانت لونها مط او مطفيه يعني ما بتلمعش. كمان عندك تحسينات موجوده على السبيكر بتاع الساعه، واللي بقت دلوقتي تقدر تشغل عليها ريكوردات او اغاني من الايفون بتاعك على طول، مش محتاج انك تنقل الحاجه على الاستورج الداخليه بتاعه الابل واتش. يعني زي ما تقول كده تقدر تستعمل الابل واتش بتاعتك كانها بلوتوث سبيكر. كمان بقت تدعم الشحن السريع، وبقت تشحن 80% في 30 دقيقه بس. وفي منها نسخه جديده تيتانيوم، وكل واحده من الساعتين نازل منها 3 الوان. يعني الالومنيوم اللي بيلمع الجديد الجلاسي ده في منه 3 الوان، والتيتانيوم الجديد برضو في منه 3 الوان. وطبعا النسخه التيتانيوم ديت شكلها كلاسيك احسن بكتير من النسخه الثانيه، وباستثناء الالوان الجديده فانت كمان عندك استرابات جديده معدن وشكلها حلو قوي. من الحاجات الحلوه اللي عاملينها في الساعه الواتش فيسز الجديده دي، لما انت بتحرك الساعه بتاعتك الواتش فيس من جوه بتتحرك. طبعا الساعه كده فيها جايروسكوب سنسور زي اللي موجود في الايفونز. طبعا ساعه جديده يعني تشيب جديده، والسنه ديت عندنا تشيب الاس 10 اللي نازله في ساعات الابل واتش 10، واللي طبعا بتدعم حاجات زي الدبل تاب والكراش ديتكشن، واللي بقى فيها شويه فيتشرز جديده زي ان بقى فيها لايف ترانسليتور، تقدر تترجم حوار بينك وبين اي حد بيتكلم لغه تانية عن طريق الساعه بتاعتك. ده طبعا بجانب انها بتعمل الحاجات الرياضيه، في كمان فيتشرز فيها زي انها ممكن تفكرك بمواعيد الدواء، ممكن تحذرك من الاصوات العاليه لو انت في مكان فيه اصوات عاليه بتحذرك، وطبعا بتتراك الهارت ريت بتاعك، وكمان فيها اكيد سليب تراكنج. وبالتاكيد شاشه اكبر وزن اخف، يعني هتبقى مناسبه اكتر للرياضه. زي ما قلنا ان عندنا استرابات جديده، فاحنا كمان عندنا استرابات جديده من نايكي واسترابات جديده من هامرز، شكلهم شيك قوي بصراحه. ساعه الابل واتش 10 هتيجي بسعر $399 للنسخه العاديه، والنسخه اللي فيها شريحه او اي سم هيبقى سعرها $499. بصراحه التسعير بتاعها ممتاز زيه زي السنه اللي فاتت. ونروح بسرعه على الابل واتش الترا 2، واللي ما فيهاش جديد، هم نزلوا بس منها لون جديد وهو اللون المات بلاك، شكله حلو قوي بصراحه، مع الجزء الاورنج اللي في الكراون ده شكله تحفه. طبعا خلينا ما ننساش ان الابل واتش الترا 2 بتقدم ادق GPS على اي ساعه سبورت في العالم. طبعا زي ما في لون جديد فاحنا عندنا استرابات جديده، والاستراب الجديد اللي هم عاملينه شكله معدن كده وفخم، طبعا مصنوع من التيتانيوم، شكله حلو قوي، وعاملين له اللوك بتاعه شكله مختلف. وكمان الفريم بتاع الساعه بقى جريد 5 تيتانيوم، والاستراب الجديد ده عاملينه متين قوي لان هو مصنوع برده من التيتانيوم، فمتين قوي ووزنه خفيف، يقدر يستحمل ظروف التمارين الصعبه بقى، لان طبعا الحاجات دي معموله للهايكنج والحاجات دي، فعشان تقدر تستحمل. الساعه بقت متاحه في لونين دلوقتي، اللون بتاع الناتشرال تيتانيوم واللون الميت بلاك، سعرها لسه زي ما هو $799. وتعالى ننقل بسرعه ونروح على الايربودز 4. طبعا لو بصينا على التصميم وركزنا فيه هو شكله ما فيهوش جديد قوي عن الايربودز 3 بتاعت قبل كده، لكن انت عندك دلوقتي تشيب جديده وهي الاتش 2. طبعا دي شريحه جديده هتفرق شويه في الكواليتي بتاعت الصوت، والدرايفرز انا ملاحظ ان بقى فيها بيس كده فشكلها بقت احسن. طبعا فيها فيتشرز كتير قوي زي السبيشال اوديو اللي هو الصوت ال 360 المحيطي، وسيري لو انت بتكلمها عن طريق الايربودز بتاعتك، لو عملت راسك كده هتفهم انك بتقول لا فهتاخد اكشن بناء على اللي انت قلته، او لو عملت راسك كده هتفهم ان انت بتقول وبرضه هتاخد اكشن بناء على الحركه اللي انت عملتها. طبعا عندك الساعه بتتشحن بيو اس بي سي، والمفروض هتديك بطاريه بتدوم لغايه 30 ساعه بالكيس بتاعتها. والجديد السنه ديت ان هم لاول مره يعملوا من النسخه العاديه نسخه فيها اكتيف نويز كانسليشن، فاحنا دلوقتي هنتكلم عن
الايربودز 4 ANC اللي هي فيها الاكتيف نويز كانسليشن. طبعا زي ما فيها اكتيف نويز كانسليشن فهي فيها الترانسبيرنسي مود اللي هو بيشغل لك المايكات بتاعه السماعه علشان تسمع المحيط الخارجي بتاعك، وفيها فيتشر جديده اسمها كونفرزيشن اويرنس علشان لو انت مشغل ميوزك وبدات تتكلم حد الميوزك بتاعتك دي هتوطى عشان تسمع الشخص اللي بيكلمك، ولما تسكت لمده كام ثانيه المزيكا هترجع تشتغل تاني. طبعا فيتشر قديمه قوي موجوده في الجالاكسي بادز برو. الكويس في الفيرجن ده ان العلبه قلت بحجم 30% عن الايربودز 3، وطبعا السماعه دي بتدعم الوايرلس تشارجنج. ودي الاسعار بتاعه التو فيرجنز. النسخه العاديه عامله $129 والنسخه اللي فيها اكتيف نويز كانسليشن عامله $179. واخر حاجه ما كناش متوقعين نشوفها في الايفنت وهي ايربودز ماكس. عملوا منها ريفرشمنت كده، نزلوا منها الوان جديده، بصراحه كلهم شكلهم تحفه، هم كذا لون شكلهم عاجبني قوي بصراحه، وبالذات اللون الاورنج بتاعهم ده شكله تحفه. الجديد فيها بس هي الالوان وانها بقت تدعم التايب سي وجايه بنفس السعر $549. والايربودز 2 برو جالها شويه ابديتس من ضمن الابديتس الجديده اللي عاملاها ابل. اولهم وهي حاجه اسمها الهيرنج بروتكشن. الهيرنج بروتكشن عباره عن ان النويز كانسليشن بيبتدي يعلى ويوطى في ودنك ديبند اون الحاجه الخارجيه اللي انت بتسمعها. يعني انت لو بتسمع حاجه بصوت واطي وفجاه صوتها عالي فالنويز كانسليشن في ودنك هيزيد علشان عزل الحاجه دي يفضل مستمر. كمان في حاجه بتفيد الناس قوي برضو وهي الهيرنج تيست، ودي حاجه مش جديده بنشوفها من سامسونج بقالنا فتره، وهي انك تقدر تعمل كاليبريشن او معايره للصوت في ودنك. لو انت عندك صوت في ودن او عندك ودن بتسمع اعلى من الودن الثانيه فانت تقدر تعمل كاليبريشن وتخلي الصوت مظبوط على حسب ودانك الاثنين. واخر حاجه وهي الهيرنج ايد، ودي هتساعد الناس اللي سماعهم ضعيف شويه عن طريق ان هم يلبسوا الايربودز في ودنهم والمايكات بتاعتها تشتغل ويبتدوا يسمعوا الشخص اللي بيكلمهم من بعيد بطريقه احسن. طبعا دول كلهم هينزلوا في فيتشر او في سوفت وير ابديت للايربودز برو 2. طيب كفايانا كلام كده عن الاكسسوارز ونيجي عن الحاجه التحفه وهي الايفون 16، واللي من وجهه نظري السنه ديت في شويه ريفرشمنتس كده تستاهل انك تشتريه مقارنه بالسنه اللي فاتت. الايفون 15 ما كانش بيقدم حاجه جديده. خلينا نتكلم ان هم السنه دي مركزين قوي على الابل انتليجنس، ولكن انا بصراحه ما كنتش متحمس له. في شويه فيتشرز ذكاء صناعي موجوده في سامسونج بقالها سنتين تقريبا. طبعا التصميم مشابه للتسريبات قوي، وموضوع الكاميرتين اللي بقوا تحت بعض دول شكلهم بقى حلو قوي بصراحه، وزودوا زرار للشطر موجود في الجنب تحت زرار الباور كده بشويه. طبعا نقلوا الاكشن باتون هنا واللي بقى تقدر تعمل له كاستمايزيشن وتحكم منه في فيتشرز كتيره قوي في الموبايل. ومن الحاجات اللي عجباني قوي وهم الخمس الوان الجداد بتوع الايفون 16 وال16 بلس، شكلهم تحفه. واكتر لون عجبني هو اللون الازرق ده يا جماعه، شكله فظيع. طبعا عندنا طبقه حمايه للشاشه وهي من نوع السيراميك شيلد، المفروض انها مرتين اقوى من اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت على الايفون 15 العادي. طبعا تقريبا بنتكلم على نفس الشاشه في الموبايل الصغير 6.1 انش وفي الموبايل البلس 6.7 انش اب تو 2000 نتس في اشعه الشمس، وبالليل بتنزل لواحد نتس عشان توفر في البطاريه. طبعا الشاشه لسه سيئه و60 هرتز وما يستحق، يعني ممكن تكون دي الداون بوينت اللي موجوده في الموبايل ان ما تخليش حد يشتريه، وهي الشاشه ال 60 هرتز صراحه بشعه. طيب تعالى نتكلم بقى عن الاكشن باتون، واللي هو هنا ممكن تعمل له كاستمايزيشن على مزاجك. يعني مثلا ممكن تخليه تبدا عن طريقه ريكورد، او تعرف اغنيه معينه عن طريق شازم، او ممكن تبدا تعمل ترانسليشن، او تعمل له كاستمايز لشورت كات معين، زي مثلا الصبح لما تدوس عليه تفتح الكالندر، بالليل لما تدوس عليه تفتح الفلاش لايت. ومن ضمن الحاجات اللي بقوا يسوقوا لها في اللايف دوت وهي حاجه اسمها كاميرا كنترول. الكاميرا كنترول ديت هي انك تتحكم في الكاميرا عن طريق زرار الشاتر الجديد اللي بقى موجود تحت الباور بutton. الزرار ده عن طريقه تقدر تعمل كذا حاجه نتكلم عليهم دلوقتي، ولكن خلينا اكلمك عن الابل A18. المفروض البروسيسور ده احدث جيلين عن الايفون 15 بتاع السنه اللي فاتت اللي كان بيجي بالاي 16، واللي المفروض هيدي اداء قوي مع توفير في البطاريه. طبعا البروسيسور ده زي ما التسريبات كانت بتقول بيجي بمعماريه تصنيع 3 نانومتر، واللي المفروض يديك اداء اقوى بنسبه 30% من الجيل اللي فات اللي كان موجود في الايفون 15 وهو الابل A16. طبعا المفروض يقدم لي اداء اقوى مع استهلاك 1000 البطاريه، وفي 5 كور جي بي يو واللي هتديني 40% اداء احسن من السنه اللي فاتت على مستوى الجي بي يو، واللي بقى يدعم الري تريسنج على فكره، ودي حاجه طفره بالنسبه للسعر بتاعه طبعا. ولو اتكلمنا عن الابل انتليجنس نقدر نقول انه بيفهم لغات، بيصنع صور، وبياخد قرارات من الموبايل بتاعك. مش حابب اتطرق له قوي بصراحه، لو حابين فيديو عنه بقولوا لي في الكومنتس هبقى اعمل لكم فيديو عن الابل انتليجنس. طبعا الزرار اللي هو الشاتر باتون الجديد دوت تقدر انك تضغط عليه مره واحده وتصور المكان، وهو هيقول لك المكان ده عباره عن ايه، او هيعمل لك ترجمه،
او يحط لك الحاجه في الكالندر بتاعتك، او هيشرح لك الحاجه اللي قدامك، ولو عندك مساله تقدر تصورها، لان بقى في دلوقتي تعاون بين ابل وبين شات جي بي تي. طيب لو جينا اتكلمنا عن الكاميرا، فالزرار بتاع الشاتر باتن ده بيشتغل سواء كان الموبايل بالعرض او كان بالطول، والتكنولوجي بتاعت الزرار ده ان هم عاملين فيه هابتك فيدباك، هو ما بيتدس، هو بيتحس كده، والزرار ده سمارت شويه، بيقدر يفهم الضغطه بتاعتك وعلى اساسها بيبتدي ياخد لك الاكشن. يعني مثلا لو دوست دوسه واحده على السريع كده تقدر انك تاخد صوره، لو دوست وفضلت عامل هولد هتقدر انك تبدا تريكورد فيديو، ضغطتين تبدا انك بقى تتحكم في السيتنجز بتاعت الفيديو زي مثلا الايزو والشاتر وفتحه العدسه وهكذا. بالنسبه للكاميرات فانت عندك كاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل، والكاميرا دي بتديك 2 اكس تيليفوتو بدقه 12 ميجا بكسل. اما بالنسبه للكاميرا الالترا وايد فهي 12 ميجا بكسل، بقت تدعم دلوقتي الاوتو فوكس وتقدر عن طريقها تصور صور ماكرو. فانت كأن دلوقتي عندك 4 فتحات عدسات في الموبايل بتاعك، الماكرو والالترا وايد وال1 اكس وال2 اكس. وعندك حاجه اسمها سبيشال كابتشر، واللي هي عباره عن انك تلقط فيديو يتعرض على الابل فيجن برو، وتقدر تتحرك بالابل فيجن برو بتاعتك في الفيديو كانك في الحدث لايف. وكمان عملوا ريفرشمنت على الابلكيشن بتاع الصور، عملوا اعاده ترتيب للصور انها تتعرض بطريقه احسن. يعني زي ما قلنا ان البروسيسور اداؤه اتحسن والري تريسنج فيه اتحسن، فالبروسيسور ده بقى يقدر يشغل جيمز تقيله يا جماعه من بتاعه الكونسول على الايفون، زي اساسنز كريد ميراج وريزيدنت ايفل، ودي بعض الجيمز اللي معروضه قدامك من اللي هتشتغل على سلسله الايفون 16 الجديده. طبعا المفروض في بطاريه احسن، والايفون ده هيدعم الاي او اس 18 طبعا هينزل بيه. ولو اتكلمنا على الاسعار فالنسخه الصغيره جايه بنفس سعر السنه اللي فاتت $799، والنسخه البلس بتيجي بسعر $899 للنسخ ال 128 جيجا طبعا. وكل النسخ اللي احنا بنتكلم عليها النهارده يا جماعه هتبقى متاحه من يوم 20 سبتمبر. طيب خلينا على السريع نروح بقى للحاجه المحمسه واكتر حاجه محمسه في اللايف كله، وهو الايفون 16 برو وبرو ماكس، واللي حصل عليه السنه ديت تحديثات كبيره قوي من حيث الشاشه. فبقت الشاشه بتيجي في الايفون 16 برو بمقاس 6.3 انش، وفي الايفون الكبير البرو ماكس بمقاس 6.9 انش، وده اكبر ايفون اتعمل في التاريخ، وده اقل برودكت في تاريخ ابل من حيث البيزلز. صغروا البيزلز فالشاشه حجمها كبر ومن غير ما يكبروا حجم الموبايل. طبعا الفريم هنا من نوع جريد 5 تيتانيوم، عندنا طبعا 4 الوان، لون اسود شويه، لون ابيض، لون ناتشرال تيتانيوم، واللون الجديد اسمه ديزرت تيتانيوم، يعني تيتانيوم الصحراء. صراحه لونه تحفه، واتوقع في الحقيقه هيبقى قالب على لون بني شويه كده، يبقى لون بيرفكت بالظبط، بيفكرني بلون الايفون 6 اللي هو كان نازل لونه روز جولد كده، كان شكله حلو قوي بصراحه. طبعا هم قالوا في الايفنت ان دي اقوى بطاريه اتعملت على اي ايفون في العالم، وكمان الايفون ده يدعم اكيد الابل انتليجنس. وخلينا نروح بقى للبروسيسور، واللي هو بقى يجي هنا من نوع ابل A18 برو. طبعا معماريه تصنيع 3 نانومتر، وعندنا 16 كور نيورال انجن و6 كور جي بي يو. طبعا البروسيسور ده اسرع من الجيل اللي فات اللي هو الاي 17 برو بنسبه 15%، وقالوا في الايفنت ان ده اسرع بروسيسور على اي سمارت فون في العالم. لو اتكلمنا عن الكاميرا فالمين كاميرا هنا 48 ميجا بكسل، والمفروض ان هي عشان فيها بروسيسور جديد بالنسبه للكاميرا فهتادي لزيرو شاتر لاج. وبصراحه ابل شاطره قوي في الموضوع ده، انك مجرد ما بتدوس على زرار الكابتشر الصوره بتطلع. طبعا عندنا العدسه الالترا وايد 48 ميجا بكسل، تقدر عن طريقها تاخد صور وايد وماكرو، وكمان بتدعم الاوتو فوكس. وعندك عدسه تيلي فوكس 5 اكس 12 ميجا بكسل، ومن زرار الشاتر ده طبعا زي الايفون الصغير تقدر تصور وتعمل زوم ان وزوم اوت، وممكن تعمل اوتو فوكس لحاجه معينه وتفضل قافل الاوتو فوكس عليها. وكمان التصوير ال 4K جه عليه تحسين في الموبايل ده يا جماعه، وبقيت تعرف تصور هنا فيديوهات سينماتيك سلو موشن 4K، وتقدر تصور 120 فريم 4K، وتقدر منه بقى تعمل سلو موشن زي ما تحب. طبعا حاجات قديمه قوي موجوده في سامسونج من ايام الاس 10 يعني، مش فيتشر ولا حاجه يعني. ولدرجه انهم في الايفنت عرضوا مشهد كده صغير متصور بالايفون 16، وكالعاده في نهايه الايفنت قالوا ان الايفنت كله متصور بالايفون 16 برو، فحاجه تحفه بصراحه. المفروض ان الايفون 16 برو بقى فيه 4 استوديو مايكروفونز بيقدروا يلقطوا صوت احسن في الفيديوهات، وكمان تقدر تعمل منهم نويز كانسليشن، ان هم يشيلوا لك الاصوات المزعجه في الباك جراوند عشان تركز على صوت الحاجه اللي انت بتصورها بس. واخر حاجه تقدر تعملها وهي انك تقدر تسجل فيديوز، والفيديوز ديت تدعم السبيشال اوديو عشان وانت بتتفرج على الفيديو في الابل فيجن برو بتاعتك الصوت برده يبقى محيطي 360. بالنسبه للاسعار هي نفس البلان بتاعه السنه اللي فاتت، وهي النسخه بتاعه ال 16 برو بتيجي ب
$999، والنسخه بتاعه ال 16 برو ماكس بتيجي ب $1199 للنسخه ال 256 جيجا. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. يا ريت تكتبوا لي رايكم في الفيديو في الكومنتس تحت، وكالعاده كان معاكم محمد ابو اليزيد قناه ريفيو تك. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه، والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.